انت عارفة لو عندك في التلاجة كده شوية جوز هند وكوباية دقيق تقدري تعملي حلوى لشرب الشاي او القهوة الصبح خطيرة. 45 قطعة تقريبا من كوباية دقيق واحدة. تعالي اقولك عملتها ازاي بطريقة سهلة واقتصادية وسريعة جدا. متأكدة اما تجربوها هتعجبكم جدا. احلى بسكوتة تقدري تدوبيها كده في الشاي او مع النسكافيه او فنجان القهوة. دايبة ومقرمشة وناعمة وكل الصفات فيها. سموا الله وصلوا على الرسول وتعالوا نشوف هنعملها ازاي. بصي بقى، اول حاجه معايا نص كوبايه من السكر، سكر الشاي العادي الناعم. لو في بتاع التموين الخشن خديه ضربه كده في الكبه. نص كوبايه من الزيت، نص سكر ونص زيت. هحط نقطتين كده من الفانيليا يدوها بس ريحه وطعم مع الجوز هند. مش حابه خلاص ما تضيفيش، احنا مش هنحط بيض ولا اي حاجه. هي السكر والزيت. هقلب كده مع بعضيه لحد ما احس بس كده ان السكر داب شويه كده مع الزيت، وهو مش هياخد وقت خالص خالص، يعني تقلبتين كده مده دقيقتين وهتلاقي تمام. دلوقتي حضرت معايا نص كوبايه من الجوز هند، وممكن تحطي ربع كوبايه او 3 معالق بس. هلم بعض بسكوتة او حلوى الجوز هند خطيره يا جماعه. ضروري تجربوها بعد الحلقه على طول. يعني بصي كل المكونات هتلاقيها في قلب مطبخك. هقلب كده الجوز هند مع الزيت والسكر والحاجه لحد ما احس كده ان الجوز هند اتشرب معايا الزيت وبقى ليه لون كده تاني، يعني ما يفضلش الخليط بتاعي ابيض، يتشرب الزيت كويس جدا. اهو كده بالشكل ده اتشرب معايا السكر والجوز هند والزيت كله مع بعضيه. دلوقتي بقى هبتدي اضيف الدقيق بتاعنا. هجيب كوبايه من الدقيق، وعايزه اقول لك لو انت مش هتحطي جوز هند، يعني مش عايز تعملي جوز هند ما بتحبوهوش، تقدري تحطي الوصفه كلها كوبايتين الا ربع من الدقيق وتستغني عن الجوز هند، تبقى بسكوت عاديه او حلوى عاديه خالص. معلقه صغيره من البيكنج باودر، رشه من الملح. هقلب المكونات بتاعتي دي بس تقليبه كده بالسباتشولا، ولو حسيت ان هي هتعوز دقيق تاني هي بالفعل تاخد لها في حدود 3 معالق دقيق او ربع كوبايه دقيق كمان. هزود لها. ادي الدقيق هاخد في حدود ربع كوبايه بس كده، او في حدود 3 معالق زي ما بقولك. وطبعا كل دي بيختلف عن التاني، فممكن معاكي تحتاج معلقه معلقتين. معايا انا 3، كل دقيق غير التاني. هقلب بقى كويس جدا كده واعمل لها زي تيست او اختبار بايدي، لقيتها بتتكور معايا وبتتشكل، يبقى زي الفل. هبتدي دلوقتي اجيب صاج. انا ما دهنتش الصاج اي حاجه لاني اوريدي الحلوه بتاعتي فيها كميه زيت مناسبه جدا. هبتدي وعايزه اقول لك لو حابه تعمليها بالزبده تقدري تعمليها او بالسمنه، يعني اللي يريحك. انا عاملاها خفيفه كده بالزيت، طبعا زي ما تحبي. هبتدي اشكلها بقى كده شكل كده بسيط وسلس، وما بين ايديا راحت ايدي كده اكورها واتك عليها تكه بسيطه كده واحطها في الصاج. عايزه اقول لك بتطلع بسكوته مقرمشه جدا جدا جدا، فيها تشريخه كده من فوق بسبب الجوز هند. كمان جوز الهند لما بتتحمص بتديها ريحه تحفه وطعم خطير يا جماعه، ولون كمان حلو قوي. كل ده هتشوفيه معايا بعد ما تستوي. هبتدي بقى اشكلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده وارصها في الصاج لحد ما اخلص كميه الحلوى بتاعتنا، وهي ما خدتش مني بصي تحضيرها بعمايلها 10 دقايق وتسويتها 10 دقايق. يعني دي تقدري تقولي في اقل من نص ساعه او في تلت ساعه تقدري تحضريها، تقدري تعمليها الصبح وتحطيها على الفطار وتغيري من الفطار بتاعك او الحلوى اللي بتاخديها على العصاري. خلاص شكلتها ادتني في حدود 45 قطعه من الحلوى. هدخلها الفرن على درجة حرارة 140. طبعا لو انت عايز تديها اي شكل من فوق، رشة سكر اي حاجة تقدري، انا هكتفي بيها كده بس. هدخلها على درجة حرارة 140 واسيبها على نار هادية بقى كده خالص في الرف اللي فوق خالص لحد ما تستوي وتحمر. مش هشغل عليها شواية ولا اي حاجة. وده شكلها من قريب اهي. هدخلها الفرن، واول ما تخرج من الفرن هرجع اوريها لكم على طول. خرجت معايا بالشكل ده. انا عليا الحلو وانت عليك الشاي. حضري بقى الشاي وتعالي شوفي البسكوته القمر بتاعتنا عامله ازاي. بصي الجوز هند مديها لون حلو قوي وريحه والله يا جماعه تحفه تحفه تحفه، وهي بتستوي ماليه ريحه البيت، ريحه حلوه. عارفين بسكوته نايس بتاعت زمان؟ عارفين الطعم بتاع زمان بتاعها؟ هياها بالظبط. مقرمشه وطعمها حلو قوي. اللي بيحب بسكوت نايس وهيحب البسكوته دي جدا جدا. مقرمشه قوي واخده لون حلو من تحت كمان. انا مش شغلت الشوايه، انا سبتها على الرف اللي فوق لحد ما استوت وقرمشت واحمرت كده. عايزه اقول لك دايبه كده بتدوب دوب كده في الشاي. جربوها، متاكده انها تعجبكم جدا. تعالوا بقى نفتح واحده مع بعض. بصي وانا بكسرها، شايفه؟ خفيفه قوي وحلوه قوي، متاكده انها تعجبكم. هستنى ارائكم تحت الوصفه. اوعوا تنسوا تحطوا لي اللايك لو عجبكم الفيديو وتشيروه كمان. بحبكم جدا واشوفكم على خير فيديو جديد. سلام.